انك تثبت للناس انك كويس ومبسوط بقى اهم عندك من انك تعيش اللحظة الحلوة فعلا وتستمتع بيها. بتحضر حفلة معينة او فيلم ما في سينما مدته وليكن 3 ساعات، وطول ال3 ساعات وانت ماسك موبايلك وفاتح لايف علشان توري الناس قد ايه انت مبسوط. طيب انت عشت اللحظة الحلوة فعلا وكنت مبسوط بيها، ولا كان كل اللي شغلك انك توري الناس قد ايه انت مبسوط؟ انا اسلام وهقدم لك محتوى. السعي للمثالية والكمال. انت ليه بقيت محجم نفسك ومعيشها في دايرة مقفولة ومفهم نفسك ان هي دي حدود امكانياتك؟ ولو ما وصلتش للرسمة اللي انت راسمها في مخك تبدأ في جلد ذاتك وتلوم نفسك وتتهمها بالنقص والتقصير. خليك متقبل فكرة انك انسان عادي وممكن تغلط، انت مش معصوم من الخطأ. وحاول تخرج نفسك من السجن الفكري اللي انت حاطط نفسك فيه، وخليك متأكد تماما ان حياة السوشيال ميديا ما هي الا حياة مزيفة، كل اللي بتكسبه منها هو شعورك ان في حاجة ناقصاك، وبتعيش في وهم ان هي دي الحياة اللي المفروض تكون عايشها. وده بيخليك تكون كاره حياتك وحاسس ان المكان اللي انت فيه مش هو المكان المناسب ليك. خلينا نقسم السعي للمثالية لنوعين. النوع الاول وهو الايجابي، وهو ان كل واحد فينا نفسه يوصل لمكان كويس سواء في شغله او في حياته الاجتماعية او في علاقته باصدقائه او ايا كان، بس بتكون راضي عن حياتك. كل الفكرة ان عندك طموح تحسن من نفسك اكتر واكتر. النوع التاني وهو النوع السلبي، وهو جلد الذات واتهامها بالنقص والتقصير، بس في الحقيقة انت اللي مفهم نفسك كده ومش بتتعامل معاها على انك انسان طبيعي زيك زي باقي البشر. مشكلة النوع ده انه بيخليك تتعامل بطريقة يا كل حاجة يا ولا حاجة. يعني ايه؟ زي ورق الدومينو لما بتبني بيه بيت صغير، ومع اخر ورقة بتحطها الورقة دي بتقع، فبتهد البيت كله كأن شيئا لم يكن. اللي هو يا كل حاجة وما يحصلش فيها غلطة، يا اما ولا حاجة وقع عند اول غلطة تقابلني. وده بيخليني ما احاولش اصلا خوفا من الفشل. السعي للكمال دايما بيخليك ماشي في اي حاجة بتعملها بالتسويف، والتسويف هنا يعني التأجيل. يعني انت دايما معلق ان انت هتعمل شيء معين الا لما يحصل شيء معين. يعني مثلا تقول انا مش هبدأ فيديوهات الا لما اجيب كاميرا احترافية ومعدات اضاءة وسيت اب معين، مع عدم الامكانية في الوقت الحالي ان انت تعمل ده، فتوصل نفسك ان انت ما تعملش فيديوهات اصلا. لازم تبدأ باللي معاك، لان الغرض من الموضوع هو انك تبدأ. مشوار الالف ميل زي ما بيقولوا مش بيبدأ بميل، ده بيبدأ بخطوة، وقبل الخطوة بيبدأ بالنية اصلا ان هو يبدأ. ما هو لو ما كانش بدأ ما كانش وصل لاول خطوة اصلا في الالف ميل. بلاش تشوف العيوب بس وتبص لنص الكوباية الفاضي، مع ان نص كوباية المية المليان كافي جدا ان هو يروي عطشه. في كتاب عملته الكاتبة وأستاذة البحث الأمريكية كاسندرا برينيه براون في جامعة هيوستن في الولايات المتحدة، وبتتكلم عن الأسباب اللي ممكن تخلي الشخص يسعى للمثالية. وكان محور الموضوع كله هو الخوف. خوف من فقد الناس وفاكر ان انت فيك عيب معين ولو عرفوا العيب ده هيسيبوك، وخوفك المستمر من الفشل ونظرة الناس ليك اللي بتخليك ما تحاولش اصلا، واهم حاجة وهو خوفك من نفسك. دايما فاكر ان اي حاجة انت بتقولها فالناس بتقولها احسن منك، واي رأي انت بتقوله فالناس برضه هيقولوه احسن منك. والخوف ده ممكن يوصلك لمرحلة وحشة بعد كده، زي انك تلغي خروجه ممكن تنبسط فيها لمجرد ان انت فاكر ان لبسك مش احسن حاجة، او انك تقعد تبعت رسالة في ساعة الا ربع ونص الرسالة اصلا جملة واحدة، بس كل الفكرة انك بتشوف الشخص ده هيعجبه الكلام اللي انت هتقوله ولا لا. في دراسة عملها الدكتور النفسي جوزيف ساكس بيقول فيها ان ممكن من اهم الاسباب اللي بتخلي الانسان يسعى للمثالية هو اسلوب التربية نفسه، زي البعد عن الاب او البعد عن الام، فبيزرع جواه احساس ان في حاجه ناقصاه وبيسعى دايما لتكملها. الموضوع ده بيرهقك نفسيا جدا وبيخليك تحمل على نفسك اعباء. ربنا سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما تشيلش نفسك في وطاطك وحاول تغير الفكره دي وتقتنع بان الكمال لله وحده، واحنا كبشر خطائين، مفيش حد عايش معانا وبشر زينا مش بيغلط. شيل فكره السعي المثاليه وخلي عندك بس فكره انك عايز تحسن من نفسك اكتر واكتر، وخليك دايما راضي بحياتك اللي غيرك بيتمنى ربعها. علشان تنجح في حياتك او اي حاجة بتعملها لازم تبطل تشتغل بفكرة يا كل شيء يا ولا شيء، لان ده في اغلب الاحيان هيوصلك للا شيء. اقبل نفسك زي ما انت وحب نفسك زي ما هي، وحاول تستمتع بكل لحظة بتعدي في حياتك، او حتى الشعور بالاستمتاع ده لوحده نعمة. ما تقارنش نفسك بحد، لان باختصار كل واحد بينقل لك تجربته الشخصيه. حاول يكون ليك انت تجربتك الشخصيه الخاصه اللي تفيد بيها غيرك، واي حاجه عايز تعملها توكل على الله واعملها على طول، وما تشغلش بالك بكام واحد عملها قبلك، مش يمكن انت اللي تعملها احسن. سلام.